مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكون خير وصحة وسلام. حبايبي فيديونا اليوم راح يكون طريقة عمل خلطة السدر للشعر. هنا عندي السدر مثل ما تشوفون، عندي هنا زيت البرتقال اللي راح اضيف له ويا السدر ويا الماء، اخلطه واضيفه على جذور الشعر. طبعا هذا النوع السدر اللي عندي اياه من اجود انواع السدر اللي هو سدر المدينة. هنا مثل ما تشوفون ده اخلطه ويا الماء. طبعا راح يكون بقوام لزج، ويعني ما يكون خفيف، يكون افضل حتى تقدرون تضيفونه على جذور الشعر. وحبايبي طبعا إلا فائد كلش زينة، أي تقريبا بالأسبوع مرة تستخدموا كلش زين يعني على جذور الشعر، يقوي ويكثف الشعر أيضا. وبهذا الشكل حبايبي تستفادون منه. ولهنا خلص فيديونا لهذا اليوم، وشكرا لمتابعتكم، مع السلامة.